تصريح خطير من أرني سلوت مدرب ليفربول عن محمد الأمين عمورة بعد تألقه مع المنتخب الجزائري في مباراتين بوتسوانا وموزمبيق، ويعلن عن مفاجأة من العيار الثقيل لعمورة. شاهد ماذا قال: ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب الجزائري فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم بعد الهاتريك التاريخي الذي سجله محمد الأمين عمورة في فوز الجزائر الهام والكاسح على موزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026. وحقق منتخب الجزائر فوزا كبيرا على حساب موزمبيق بنتيجة 5-1 ضمن الجولة السادسة من المجموعة السابعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. أن المهاجم الجزائري الدولي محمد الأمين عمورة يقترب من الالتحاق بصفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل 2025، عطفاً على مستوياته المميزة مع فريقه فولفسبورغ الألماني، حيث يلعب محمد الأمين بقميص الفولفي معاراً من فريقه الأصلي يونيون سانت جيلواز البلجيكي إلى نهاية الموسم الحالي 2024 إلى 2025، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 15 مليون يورو. السيناريو الأقرب للمنطق هو شراء فولفسبورغ عقد اللاعب بالكامل، ثم بيعه في السوق الصيفي المقبل للأندية المتنافسة عليه بما لا يقل عن 40 مليون يورو، وأبرز هذه الأندية ليفربول. وبات من المؤكد أن فولفسبورغ سيشتري عقد عمورة بمبلغ 15 مليون يورو، ثم سيبيعه لأحد كبار أوروبا بضعف أو أضعاف هذا المبلغ، حيث سيجني أرباحاً مجزية من نجم وفاق سطيف السابق. حيث صرح أرني سلوت مدرب ليفربول وأدلى بتصريحات لموقع أتليتيك وقال: لقد أرسلنا فريق كشاف ليفربول بقيادة مايكل إدواردز وجوليان وارد إلى الجزائر وبوتسوانا لمشاهدة اللاعب الجزائري عمورة، والذي تألق في المباراتين وأحرز 5 أهداف وصنع هدفين. وأكد كشاف ليفربول أن عمورة هو المهاجم الأنسب لقيادة الفريق الموسم المقبل بعد توصية من قسم تحليل البيانات الرياضي في النادي، حيث تعاقد الريدز مع أغلب صفقاته الناجحة مؤخراً معتمداً على توصيات قسم تحليل البيانات الذي يستخدم تكنولوجيا متطورة مثل ماني بول التي تعتمد على إحصاء البيانات وتحليلها ثم ترشيح اللاعب الأنسب. أبرز مثال للصفقات المدوية التي أبرمها ليفربول بفضل قسم تحليل البيانات هي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والاسكتلندي أندرو روبرتسون. والآن بات محمد الأمين مرشحاً جاداً بفضل هذه التقنيات، حيث أبهر اللاعب الجميع في الدوري الألماني هذا الموسم مع فولفسبورغ، حينما سجل 10 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة ليصبح 5 أكبر المساهمين في البوندسليغا وأحد أبرز نجوم المسابقة على الإطلاق. أنا معجب حقاً بما يفعله عمورة مع المنتخب الجزائري ومع نادي فولفسبورغ، ونأمل في التعاقد مع عمورة في ظل عدم تجديد نجم الفريق محمد صلاح تعاقده حتى هذه اللحظة. فعمورة يشبه كثيراً محمد صلاح، وخاصة في بداياته مع ليفربول لفضل سرعته وحسمه للهداف بطريقة رائعة، وأعتقد أنه سيتحسن كثيراً. هذا لاعب في الدوري الإنجليزي وسنجعله قوي بدنياً مثل ما فعلنا مع صلاح، وهذا سيجعل من عمورة لاعب متكامل، ونأمل في حسم هذه الصفقة وبسرعة. وفي النهاية شاركونا بآرائكم في قسم التعليقات بشأن هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.